بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم معايا وفيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي، قناة سوبر ماما. اهلا وسهلا بيكم يا حلوين. تعالوا النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا بالشوكولاتة. للناس اللي بتحب الشوكولاتة هنعمل النهاردة مولتون كيك جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، جميلة جدا للناس اللي بتعشق الحاجات اللي بالشوكولاتة. يلا كده نجرب مع بعض. وصفة سهلة وبسيطة ومقادير بسيطة جدا 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 كالعادة. يا رب الوصفة تعجبكم. يلا مع بعض نشوف العظمة دي عملناها ازاي النهاردة بأقل التكاليف. هنعمل حاجات جميلة جدا. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الوصفة بتاعتنا. معنا كوبايتين دقيق، احنا هناخد بينهم معلقة بس، انا عايرت كوبايتين وهنفصل المعلقة الواحدة اللي هنقصها قدامكم. ادي كوباية كاكاو خام، وادي 3/4 كوباية سكر، وادي نص كوباية زيت، وادي كوباية اللبن الدافي. تمام كده. وادي علبة شوكولاتة صغيرة كده، دانت صغيرة. انت ممكن تستخدمي نوع الشوكولاتة اللي انت عايزاه، وبالطين والبيكنج باودر والفانيليا. يلا بسم الله وعلى بركة الله نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كالمعتاد يا حلوين، انتوا عارفين اول حاجة هنعملها هننخل الدقيق اللي معانا. تمام كده. انا قلت لكم معانا كوبايتين دقيق، هناخد منهم معلقة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. ادي تاني كوباية هناخد منها معلقة واحدة، وهنحط قصادها معلقة كاكاو خام. تمام كده. يعني احنا هنعمل الكيك بكوبايتين الا معلقة واحدة، بدلناها بمعلقة كاكاو خام اهو زي ما انتوا شايفين. وهننخلهم كده مع بعض. بعد كده هننزل عليهم بكيس البيكنج باودر. الفيديو اللي قبل كده يا حلوين عملنا مع بعض كيكة الكريم كراميل وكانت جميلة جدا جدا. دي هتعجبكم جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. بعد كده حطيت رشة ملح صغيرة والبيكنج باودر ونخلناهم برضو مع بعض. بعد كده هنقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. ويلا بينا نجيب الخلاط بتاعنا ونعمل الوصفة صح ومظبوطة تمام كده، خطوة خطوة، وان شاء الله تعجبكم. هنعمل ايه بقى؟ هنحط نص كوباية الزيت بس، هنسيب شوية صغيرين كده، وهنحط اللبن وهنحط السكر وهنحط كوباية الكاكاو. احنا كوباية الكاكاو دي صغيرة بما يعادل نص كوباية لو انت بتستخدمي المج. تمام كده. وهنطحن في الخلاط وهنقعد نزود الزيت حبات حبات صغيرين، سرسوب صغير كده، لغاية ما الصوص يتقل معانا كده ويبقى معانا احلى صوص شوكولاتة يجنن جدا طعمه وهم. حاولوا تجربوه. بعد كده يا حلوين هنبدأ نحط بقية المقادير معانا البيضتين على نفس كمية الصوص. احنا زي ما انتوا عارفين كده خدنا حوالي كوباية، والباقي في الخلاط هننزل عليه ببقية المقادير. معانا البيضتين، معانا الفانيليا، رشة الخل. رشة الخل السحرية جدا جدا، البديل محسن الكيك. وبعد كده هنطحنهم في الخلاط، وبعد كده هننزل على كوبايتين الدقيق، وبعد كده هنقلب الكلام الجميل كله مع بعضه. وزي ما انتوا عارفين يا حلوين حسب نوع الدقيق، لو لقينا السمك العجينة تقيل شوية هنزود معانا لبن. عملتيها بنفس المقادير وطلعت تمام، خلاص تمام. المولتون كيك ده انا بعشقه جدا، من اجمل انواع الكيك اللي ممكن تعملوه بره في الكافيهات. القطعه بقد كده. يلا يا حلوين نعمله في البيت باقل التكاليف، حاجه نظيفه وجميله جدا جدا ومشرفه في اي وقت كده يجيلنا فيه ضيف جنب كوبايه شاي. حاجه تمام جدا، حاجه عظمه. بعد كده زي ما انتوا شايفين انا احتجت لبن بسيط. ضفت لها حوالي حبة لبن صغيرين كده بما يعادل حوالي معلقتين 3 لبن كده، وبعد كده بنضربهم بأي مضرب. وبعد كده يلا نجيب الطبق الجميل دوت علشان نعمل المولتون كيك زي ما بتتباع في الكافيهات بالظبط. هنجيب البريوش كده وهندهنه اي مادة دهنية، انا هنا دهنته زيت. بعد كده هنفرد فيه ورقة الزبدة. هنحاول بقى ندخل ورقة الزبدة كده في الفتحات بتاعة البريوش عشان القطعة الكيك تخرج بنفس الرسمة كده زي اللي بناكلها بره في الكافيهات. جميلة جدا جدا، طعمها تحفة. يا رب الوصفة تعجبكم يا حلوين. بعد كده بقى نزلنا عليها بكده بالخليط زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب الدانت، علبة دانت. انت ممكن تحطي نوع الشوكولاتة اللي بتستخدموه، بس انتوا عارفين طبعا ان انا في وصفاتي بحب اعمل لكم اقل التكاليف. دي علبة دانت يمكن اغلى شوكولاتة موجودة. هنجيبها كده وهننزلها في النص بالظبط، في نص الكيك بالظبط.
وهتدي طعم وقوام جميل جدا جدا وطعمها تحفه. انت ممكن تحطي نوع الشوكولاته اللي بتفضليه. بعد كده هنجيب حله زي ما انتم شايفين كده ونحط فيها ميه سخنه علشان المولتن كيك ما بتدخلش الفرن. بنعملها على البخار، سهله وبسيطه جدا جدا وان شاء الله تعجبكم. حطيت ميه سخنه كده بما يعادل يدوب كده حوالي ربع الحله ميه سخنه، ونزلنا بالبريوش كده. وبعد كده هنكتم البخار بالفوطه زي ما انتم شايفين، وحطيتها حوالي نص ساعه على النار. شايفين اللهم بارك. هنختبرها بالخله، هي قعدت تعلى تعلى كده ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. هنسيبها لما تبرد وهنقلبها زي ما انتم شايفين كده. هنحاول بقى نخرج ورقه الزبده كده بهدوء كده عشان نحتفظ بالرسمه معانا. لو عجبتكم الوصفه يا حلوين اعملوا لي عليها لايك واكتبوا لي كومنت حلو كده وقولوا لي ايه رايكم فيها. شايفين اللهم بارك، جميله جدا جدا وهشه وحاجه جميله جدا. بعد كده نزلت عليها بقى بالصوص اللي احنا عنا في التلاجة مع بعض. تمام كده. بعد كده هنحاول نزينها بحاجات بسيطه. لو انا هنا هزينها ببندق، هرش عليها بندق بسيط كده. انتوا ممكن تضيفوا مكعبات شوكولاتة، ممكن تسيبوها كده. لكن المولتون كيك بتبقى عبارة عن شوكولاتة وصوص، خلطة بالشوكولاتة اللي هي العجينة، وبره بنضيف الصوص كده زي ما انتوا شايفين. او في كافيهات بتضيف سكر بودر، لكن انا بدلتها وحطيت بندق. يبقى احنا كده عملنا النهارده مع بعض احلى مولتون كيك. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وجربوها. شيك جدا جدا جدا، جنب كوبايتين شاي كده اي ضيف يجيلكوا فجاه، مش بتاخد وقت زي ما انتوا عارفين. تعالوا كده نقطع مع بعض ونشوف من جوه عامله ايه الشوكولاته. حاجه عظمه جدا جدا. ممكن زي ما قلت لكم يا حلوين تعملوا نوع الشوكولاته اللي تفضلوه. بعد كده هنقطع قطعه كده مع بعض. اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده هشه جدا جدا. انا عايزه اقول لكم يعني انها طعمها خطير جدا. شايفين الشوكولاته جوه كده دايبه دوب وحاجه جميله جدا. زي ما قلت لكم حطوا نوع الشوكولاته اللي تفضلوه وسيبوها في التلاجة. هي كانت المفروض تتساب في التلاجة، بس انا قطعت قطعة صغيرة كده معاكم. هي في التلاجة لما بتتساب في التلاجة طعمها بيبقى احلى بكتير جدا وهي سخنة. جنبها شوية بيبس شوية عصير، بتبقى احلى حاجة تقدموها. سهلة وبسيطة ومش مكلفة زي ما شفنا. يا رب الوصفة تعجبكم. تمام كده. خطيرة خطيرة خطيرة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم يا حلوين وجربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. والناس اللي بتحب الشوكولاتة زي ما قلت لكم الوصفة سهلة وبسيطة معاكم اهي. يا رب يا رب كده يا حلوين وصفة النهاردة تعجبكم. جربوها وهستنى رأيكم. باي باي.